كنا بحمد الله عز وجل وتوفيقه في الحلقة الماضية قد بدأنا في الحديث عن مخارج الحروف العربية، وبينا أسماء أعضاء جهاز النطق الإنساني من حيث الحلق واللسان والأسنان، وبينا أسماء الأسنان وتكلمنا عنها وعن أجزائها حتى يكون ذلك معينا لنا فيما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من كلام على مخارج الحروف العربية. لما نقول الحروف نعلم بأن الحرف هو صوت، فنريد أولا أن نتكلم عن الأصوات. ما هو الصوت عند الناس وما هو الصوت في الدنيا؟ إذا قيل هذا صوت ماذا يعني ذلك؟ ومتى يسمى الهواء صوتا؟ هذا ما سنبحثه إن شاء الله تعالى من خلال اللوحات التالية، والتي سنشرع بعدها في الدخول في مخارج الحروف العربية بإذن الله تعالى. نبدأ باللوحات التي تعيننا بإذن الله تعالى على فهم هذا البحث. كما نرى أمامنا على اللوحة كيفية حدوث الأصوات. كيف تحدث الأصوات؟ نرى على اللوحة تعريف الصوت. ما هو الصوت؟ الصوت كما نرى هو تخلخل أي اهتزاز طبقات الهواء تخلخلا تدركه الأذن البشرية. هذا هو الضابط وهذا هو المقياس في تعريف الصوت. إن اهتزت طبقات الهواء اهتزازا تدركه الأذن البشرية فهو صوت، وإن اهتز اهتزازا لا تدركه الأذن البشرية لا يقال عنه بأنه صوت. نرى أيضا على اللوحة تدرك الأذن البشرية الأصوات إذا كان اهتزازها من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية تقريبا. إذا اهتزت طبقات الهواء المجاورة للأذن البشرية اهتزازا أقل من 20 اهتزاز في الثانية أو أكثر من 20 ألف اهتزاز في الثانية، يقول الإنسان لم أسمع شيئا. فالمجال السمعي الذي زودنا الله سبحانه وتعالى به هو هذا المجال من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية. إذا طالما أن أي وسيلة في الطبيعة تجعل الهواء يهتز اهتزازا من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية قرب الأذن البشرية ويدخل هذا الاهتزاز إلى الأذن، يقول الإنسان أنا أسمع. نلاحظ على اللوحة التي بعد هذه كيفية حدوث الأصوات في الطبيعة. تحدث الأصوات في الطبيعة. لاحظوا لا نتكلم الآن على جهاز النطق الإنساني، بل نتكلم كيف تحدث الأصوات في الطبيعة. تحدث الأصوات في الطبيعة بطرق عديدة، منها كما نرى تصادم جسمين. ننظر إلى المطرقة عندما تصطدم بجسم صلب كخشبة أو قطعة السندان التي يستعملها الحدادون، نسمع صوتا قويا بسبب تصادم هذين الجسمين، مما يؤدي إلى تخلخل طبقات الهواء المجاورة لذلك المكان في التصادم، فيسمعه الإنسان ويقول أنا أسمع. كذلك الصورة التي على اليسار عندما يصفق أحدنا كفا بكف فيصطدم الكفان ببعضهما، فيؤدي ذلك إلى تخلخل طبقات الهواء المجاورة، فيقول الإنسان أنا أسمع صوتا. أيضا ننتقل إلى اللوحة التي بعد هذه. إذا كسر أحدنا خشبة، كما نرى أيضا من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة تباعد جسمين بينهما قوى ترابط. تباعد جسمين بينهما قوى ترابط. إذا كان هناك خشبة مثلا وكسرها أحدنا وحطم أجزاء المادة التي تربط بين جزيئات هذه الخشبة، يؤدي ذلك إلى تخلخل طبقات الهواء المجاورة، فيسمع الإنسان صوتا ويقول سمعت كسر خشبة. أيضا اللوحة التي على اليسار إذا مزق أحدنا ورقة وحطم جزيئات ترابط تلك الورقة، فإن ذلك يؤدي إلى تخلخل طبقات الهواء ويسمع الإنسان صوت تمزيق تلك الورقة. إذن تباعد جسمين بينهما قوى ترابط. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. أيضا من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة
اهتزاز جسم من الأجسام. إذا اهتز جسم من الأجسام كما نرى في اللوحة، إذا أمسك أحدنا بمسطرة وثبتها بإحدى يديه وجعلها تهتز باليد الأخرى، فإن تلك المسطرة تؤدي إلى تخلخل طبقات الهواء واهتزازها، مما يؤدي إلى أن يقول الإنسان أنا أسمع صوتا. كذلك الآلات الوترية التي يستعملها أهل الموسيقى، كل الآلات الوترية قائمة على مبدأ تخلخل طبقات الهواء المجاورة للوتر. أيضا نرى على اللوحة التي تلي من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة احتكاك جسم خشن بآخر. إذا احتك جسم خشن بآخر أيضا يؤدي هذا إلى حدوث الصوت، فكصوت المنشار لما يقطع خشبة من الأخشاب فإننا نسمع صوت ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى احتكاك واهتزاز طبقات الهواء المجاورة لذلك المنشار وتلك الخشبة. هذه هي الطرق التي تحدث فيها الأصوات في الطبيعة. لو انتقلنا الآن إلى جهاز النطق الإنساني، نحن علمنا كيف تحدث الأصوات في الطبيعة، إما بتصادم جسمين أو تباعد جسمين بينهما قوة ترابط، أو اهتزاز جسم من الأجسام اهتزازا يجعل طبقات الهواء تهتز وترتجف ويصل ذلك إلى الأذن البشرية. هذه وسائل الحدوث الأصوات في الطبيعة، احتكاك جسم خشن بآخر. طب في جهاز النطق الإنساني كيف تحدث الأصوات؟ هذا ما سنراه على اللوحات التالية.